يا مرحب بيكم في براح. براح هو البيت الدافي والحضن الصافي اللي بنلاقي فيه كل حاجة تريحنا وتطمن قلبنا، ونتعلم هنا بس كل حاجة تساعدنا نعيش حياة أفضل بجودة أحسن، نعيشها بوعي وحضور. يمكن بدأنا مع حضراتكم الحلقة اللي فاتت رحلة وسميناها رحلة تربية واعية. هي رحلة تربية وكلنا بنربي أو تربينا، ولكن إنها تكون واعية هو ده الهدف اللي معمول عشانه السلسلة دي. بدأنا الحلقة اللي فاتت أنا وحبيبة قلبي ورفيقة الدرب ويعني حتة مني كده كوتش ريهام رأفت، وأنا عارفة إن كلامها كلام بيدخل القلب، وده قلته في كل الحلقات يمكن، بس يمكن السلسلة دي بالذات عايزة استقبال معين كده من اللي بيستقبل الكلام، لأنها يمكن كل كلامنا اللي فات كان على مواضيع تخصنا احنا، انما احنا دلوقتي بنتكلم على مواضيع تخص اقرب حد لينا، على تشكيل شخصية غير شخصيتنا، على اصلاح عيوب وخلل انا ممكن اكون تسببت فيه او مش عايزة اتسبب فيه. فده جزء يمكن محتاج زي ما كنا بنقول قبل التصوير من شوية ريسيفر معين كده يستقبل الكلام ويغير. هي عندها الشفرة دي اللي تعرف الكلام يدخل في وقته وفي مكانه، ويبقى عنده القدرة والقوة والطاقة ان هو يغير فعلا. فشكرا بجد لوجودك حبيبتي، ده انت اللي شكرا ولنواياكي الحلوة والله، اللي انت اللي دايما شكرا. ربنا يا رب بتتحقق او ينفع بيك. بتاخدي بيها خطوات كتير في حياتك ان شاء الله. ربنا ما يحرمني منك، وانت اللي شكرا والله. حبيبة قلبي، المرة اللي فاتت اتكلمنا بدأنا رحلة تربية واعية من أول مراحل الطفولة المبكرة أو البيبي ونتعامل ازاي معاه، واتكلمنا بقى في حاجات كتيرة. يا ريت اللي ما شافش الحلقة وعنده طفل في السن الصغير ده يروح يشوفها، لأنها هسيب لكم اللينك أكيد في الكومنتس، بس هي مهمة قوي قوي قوي، يعني كان فيها حاجات فايتانا وكانت فايتانا وفايتة أكيد ناس كتير قوي. النهاردة هنبدأ في المرحلة الأكبر شوية اللي هي ما بين مرحلة الطفولة والمراهقة، اللي هو الطفل لسه بقى بيبدأ يشوف، خرج من بيئة البيت وبدأ يشوف بيئة مختلفة، أصدقاء، مدرسة، مرحلة شائكة شوية. فعايزين نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم دلوقتي في المرحلة دي. الاحتياجات برضو النفسية بتاعة المرحلة دي للطفل بتكون ايه؟ احنا هنا بدأنا خرجنا من البيت، من بابا وماما، الدايرة القريبة الصغيرة، وبدأنا نروح لحاجة أكبر، المدرسة. وما أدراكي من المدرسة، عالم كبير. أول خطوة لما بنودي بقى الحضانة أو الكي جي أو زي ما هتسموها، المرحلة اللي هي قبل المدرسة، مرحلة أمهات كتير دي تاني صدمة للطفل. يعني هي احنا بنقول الصدمة الأولى ليه الفطام، إنه يتفطم، يحصل له بقى انفصال عن مامته، ما خلاص. تاني خطوة، تاني صدمة بياخدها مرحلة المدرسة. إنه إيه ده، هو أنتي رميتيني ليه هناك؟ هو أنا عملت إيه عشان تحطوني هنا؟ أنا كنت حلوة معاكم في البيت وما عملتش حاجة. إيه الغلط اللي أنا عملته عشان تودوني مع ناس أنا ما أعرفهاش؟ فمهم جدا، عشان كده بيعيط وبيكون رافض وخايف. ده هم اصلا في السن اللي قبل ده، لما بتيجي قفله الباب بالنسبه للاطفال الصغيرين، بقى نتكلم من الحلقه بقى اللي فاتت من 0 ل6، قفله الباب بالنسبه له ليه بيعيط ويصرخ وبيفتكر انك ماشيه مش جايه تاني. فاحنا بنعملها حتى مع اولادنا، لعبه، نفضل نفتح الباب وندخل ونفتح الباب وندخل، فيطمن ان انت هترجعي. هو بيخاف انك تمشي، ما يعرفش غيرك. فلما بتوديه المدرسه فبيحس انه ايه ده، هو ايه ده، انا ما عملتش حاجه على فكره. فمهم تأهلي ده، تقعدي تتكلمي، هنروح لمكان أكبر، المكان ده هنروح له ليه؟ عايزين نتعلم فيه حاجات مختلفة، عايزين كذا. تكبر بقى، انت كده كبرت، تروح تاخد معرفش ايه، واديله نماذج من الناس حواليه، وفي لعب وشوية في ماس معينة وفي حاجات، وتيجي بقى تقولي انت خدت ايه ونذاكر سوا، فيحس انه الله انا اللي عايزة اروح، مش انت اللي رميتيه هناك ومشيتي. فدي اول حاجة. تاني حاجة، هو راح المدرسة هيشوف أشكال مختلفة تماما عن اللي انتي ربيتيه عليها، بيئات تانية بقى، ما احنا مش كلنا هنربي تربية واعية، هنشوف كل الأنماط وكل حاجة. وبرضو مش هقف عند حتة ان ليفل المدرسة لما بيعلى المستوى بيعلى، لا والله. التربية ملهاش علاقة بالليفل، بيبقى في ناس، يعني مش بنقلل من حد، ناس زي الفل بس مستواه المادي يكون قليل شوية، بس يربوا أحسن 100 مرة من حد مستواه المادي عالي، فدي ملهاش علاقة. فمهم اختار برضو نوعية المدرسة اللي بقدم فيها. طيب ايه الاحتياجات اللي هو هيبقى عايزها هنا في الفترة دي؟ محتاج ثقة في نفسه، محتاج احس ان انا ماما وبابا الجيش بتاعي، مهما حصل ومهما غلطت مش هخاف، هاجي اقول فهم معايا، هم جنبي، هم سندي. حتى لو غلط حتى لو غلط، الغلط ده نتكلم فيه انا وانت وافهمهولك، بس اوعى تخاف، انا موجودة، متخافش من اي حاجة. ودايما بقول كده، يعني الجملة دي اقولها حتى كده لفظا، لازم وتتقال كتير، وبابا يقولها وانتي تقوليها، ما تخافش من حاجة، احنا جيشك، احنا معاك.
غلطت مش مشكله، مش نهايه الله. الكون، هنقعد نتكلم في الغلط ده عشان ما نكرروش تاني، بس مهم نتعلم منه. فهيبقى عارف انه اي حاجه يتعرض لها يجري عليكي ويقولها، فده يديله ثقه في نفسه. انا مش لوحدي، انا داخل المدرسه دي ومعايا جيش بقى في ظهري كده، فانا مش خايف من حد. فهيبقى في تعاملاته متوازن، ما تلاقيهوش العيل اللي قاعد في ركن ومش عايز يكلم حد، خايف من كل حاجه ومن اي حاجه. شكله النهارده اديله ثقه في شكله، انا شكلك انت زي الفل، مهما سمعت من بره كلام ملناش دعوه، ده نظرتهم هم. طب ادينا امثله يا ريم. يعني انا وابني راح الكي جي 1 او الحضانه، وجي قال لي انا النهارده ضربت اصحابي كلهم والميس عاقبتني وقالت لي انت نوتي واصحابي قالوا لي انت نوتي، يعني ده ممكن يكون موقف بيحصل يعني. فهو في الحاله دي هو غلط وعارف انه غلط وعارف انه تعاقب، المفروض انا يبقى دوري ايه؟ هو لو ضرب صحابه انا هقف هنا شويه، لانه الضرب يبقى انت كنت بتضربي، يبقى دي اللغه اللي هو بيعبر بيها زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت. فهو مش فاهم مش بيعبر غير بالضرب، بيستخدم ايده عشان انت ربيتيه على كده، فهيمارسه بره. اي حد هيزعله هيضايقه هيخوفه هيستعمل ايده، مش هيستعمل بقه، انت علمتيه ده، فهو هيعمله بره، هو مرايتك. طيب مهم لو هو طب يا ريهام لا انا ما بضربش، بس هو راح ضرب، هاتيه بقى، انت عملت السلوك ده ليه؟ انا عارفه ان انت بص انا مش زعلانه وانت حبيبي وانت كده كده ابني، انا بحبك. فدايما ادي حب ايه غير مشروط، ما اديش شروط للحب. فهنا هيبدا يهدى شويه. عملت ده ليه؟ انا كنت خايف، اصلا انا يا ماما مش عارف مين قال لي ايه. طب هي دي الطريقه اللي بنتعامل بيها؟ لا، او هو خد مني مش عارفه ايه، او قال الميس عليا ايه، عنده اسباب. ابدا بقى اعلمه ازاي يتعامل. ما هو انت بتطلعي المجتمع اكبر، يعني مهارات اكتر، يلا بقى اديله مهارات، قولي له لما تتعرض للموقف ده محتاج تعمل كذا، صح. ومش هقوله مره، هقوله مره واثنين وثلاثه لغايه ما السلوك يقل ويختفي. واعرفي هو ليه بيضرب. لو انت السبب في ده راجعي نفسك، انت مهم توقفي السلسله دي، واعلني عنه بشجاعه. على فكره يعني انا لما كنت بضرب وابني كان بيمد ايده على حد بيضرب او على اخوه يضرب، كنت بقول انت بتعمل ده عشان انا بعمل ده، بس انا النهارده قررت ان انا مش هعمل ده تاني. وخليكي عارفه لو انت الام اللي بتضربي فانت ضعيفه، ما فيش في ايدك اي ادوات تستخدميها غير انك تروحي لطشاه قلم يسكت. ما هو بيبقى نابع من ضعف، من ضعفك، اعرفي ده. والصوت العالي معناه ضعف. انا مره ابني الكبير بيقول لبابا يا جدو على فكره الصوت العالي معناه ضعف، فبابا قال انت بتعلميه ايه؟ فايوه هو اتعلم ان الصوت العالي معناه ضعف. لا انت عايز وانت قاعد ثابت كده قول كل اللي عندك، فاحنا المرايه. طب لو العكس، معلش لو نقف عند الموقف ده، لو جه قال انا اصحابي ضربوني او واحد صاحبي ضربني والميس، يا اما الميس عجبته فهو حاسس ان عادي ده ان اللي بيغلط بيتعاقب، او الميس قالت لي طب معلش روح اقعد دلوقتي. هنا مهم انا اروح اجيب حقه. انا بقى في اللقطه دي ما بسكتش، بروح بقى اللي حصل تعالوا بقى واقول له، بروح عشان معاه. ده اللي انت قلتيه في الجزء الاول، هو لازم يحس بالامان ان انت وراه وان انت هتجيبه حقه، حتى لو حقه ده صعب. فروحي المدرسه وافهمي هو ايه اللي بيحصل، هو ابني حصل وكذا وكذا وكذا، ايه اللي جرى معاه، ايه اللي حصل معاه. طيب النهارده لو هو حد ضربه ومش هيلحق، مهم اعلمه ان ازاي مش هنضرب بقى، احنا قلنا مفيش ضرب، ازاي امسك ايد الشخص اللي قدامي وابص في عينه بصه توقفه مكانه، لان هم اطفال برضه هم بيخافوا بقى مناسبه للسن ده، مهم قوي الحته دي. واقول له ستوب، اوعى، لا ده مش مقبول، ما تمدش ايدك، وابص له صوتي ما يبقاش فيه رعشه، ابقى انا واثق من نفسي وبصه في عينه. اللقطه دي لوحدها يعني ده بتخليهم يسكتوا. ابني اللي عنده 6 سنين يستوعبه او 7 سنين؟ طبعا كنت بعمل ده والله مع اولادي وبيسكتوا، لان هم الولاد بيجربوا مع بعض. في عيل كده بيبقى في الفصل معروف انه بيتضرب، هو يا حبيب قلبي اتضرب مره فقالوا خلاص فده هيضرب وده هيضرب وسكت. لا محتاج انا اجي اروح اتكلم واعلمه ازاي هو كمان يحمي نفسه. وبعد كده اروح بقى لحد اكبر مني اقول له الميس بقى المشرفه ايا كان، اروح برضو انا كطفل اشتكي يا ميس ده ضربني. ليه بنقول الحته دي؟ عشان يمتثل للقواعد. ما انت عايزه تطلعي شخص بينتمي لمجتمع وقوانين، هتعمليها ازاي وانت النهارده عايشاه في قانون الغابه اللي يضربك اضربه؟ انا ضد ده. وفي امهات كتير بتقول لا، وابهات بقى لا مالكيش دعوه، الصبيان بقى ليهم طريقه في التربيه. لا انا مفيش حاجه اسمها ولد وبنت، في حاجه اسمها انت بتبني بالظبط، انت بتبني انسان. فانت الضرب مش مقبول اصلا، ده لغه الحيوان والله، والحيوانات حتى مش بيعملوا كده مع بعض. انا مهم هنا اعلمه انه في حد اعلى مني انا محتاجه اروح له، ولما اروح له وما ياخدش اكشن انا كده كده جاي معاك. فهي السيركل كده. اول حاجه هو يدافع عن نفسه ويستوب الاذى ده عشان يدافع عن يبقى عنده ثقه كمان في نفسه ويقدر يحمي نفسه، ويروح لحد اكبر منه، مدرس، مشرفه، ايا كان،
ويجي يقول لي وانا كمان اخد اكشن. طيب كبرنا شوية بقى في اكزام او امتحان وفي درجات بنجيبها، في درجة مش حلوة، في انت جبت ده ليه وصاحبك اشرف جاب ايه وانت والنص راح اقوى فين؟ احسن منك ليه وكده. الجزئية دي من زمان وهي معانا، مش في ثانوية عامة خالص يعني، هم من الثانويه العامه الطفولة. جايه من هنا من هنا. نتعامل ازاي مع يعني خيبات الامل في الدرجات في المرحلة دي؟ ابني مش بيساوي اي درجه، ابني مش بيحقق في احلامي اللي انا فشلت في تحقيقها، اعرفه ده. ابني هو انسان مستقل بذاته، انا ربنا استأمني عليه عشان انا اشكله وارعاه واطلعه للمجتمع شخص صالح. زي ما قلت لك قبل كده في حلقات، انا ولادي بقول هم مشروع استثماري، مشروع حياتي بستثمر فيه وبعمل فيه كل حاجه عشان لما يطلعوا للمجتمع يبقوا باذن الله ينفعوا دينهم اول حاجه، ولما يجي يتعامل مع حد الشخص يبقى مريح. انا عايزه ولادي يطلعوا ناس اسوياء نفسيا، اللي يتعامل معاهم يستريح ويرتاح. فهنا مهم لو انا بقول ده يبقى انا بقول انه انا ما تقوليش ان انا ما دخلتش كليه طب فابني لازم يدخل كليه طب. لو انا طلعته انه هو بيساوي الدرجات، يجي مثلا جايب 10 من 9.5، فتقولي له النص راح فين؟ وبنت خالتك احسن منك في ايه وما اعرفش ايه. هو فهم ايه؟ ان انا مش هاخد الحب ومش هبقى مقبول الا لما يجيب 10 من 10. حب مشروط، واحنا دايما نقول مفيش حاجه اسمها حب مشروط. تعمل فيه ايه اللقطه دي بقى؟ تخليه جول اتشيفر، عمال يحقق اهداف ما بيوقفش. ونشوفها دخل خد حاجه مثلا في الثانويه العامه جاب 101%، وبعدين لما دخل وظيفه معينه خد كورسز خلص هيروح للي بعده واللي بعده واللي بعده، لان هو طلع جوه دماغه معتقد بيقول انا مش كفايه غير لما اعمل ده. فانا طول الوقت الحب هاخده ازاي؟ اما ابقى شخص ناجح بجيب شهادات شهادات شهادات، فابويا وامي يحبوني، فابقى انا كده راضي عن نفسي. فلو انت عايزه ابنك يبقى في الدايره دي اعملي ده. بس هو مش كده. الامتحان تقييم لادائك، انت النهارده ذاكرتي بطريقه معينه، داخله تشوفي نفسك فيدباك، انا عملت ايه مظبوط وايه اللي انا محتاجه اتك عليه شويه، مش اي حاجه تانية. انا واحده من الناس كان عندي ترومات من الامتحانات بسبب الثانويه العامه دي، وجيت كان عندي اعتماد كده في امريكا، كل ما اجي ادخل الامتحان احس ان نهايه العالم، ان انا همتحن ازاي وبتاع. لما بدات اتعامل مع الخوف ده وان انا بعمل حاجه انا بحبها، ده مش نهايه الكون وما يسوينيش اصلا. نجحت سقطت عادي يعني، طز ايه اللي هيحصل؟ نجحت في الامتحان. فاوعوا تحطوا ولادكم وتختزلوهم في حته الدرجات دي. انا اهم يعني والله يعني يساوي ايه وبنشوف ده الولاد اللي بينتحروا في الثانويه العامه، او انا هفرح بايه لما ابني يدخل كليه طب وهو مستوي نفسيا. تخيلي ده هيبقى دكتور هيتعامل مع الناس ازاي؟ ولا وبنشوف كتير بعد سنين كتيره بيعملوا شيفت كارير، لان هم مش هم اللي اختاروا ومش هم اللي احنا معظم الناس اللي معانا كده، احنا معظم الناس اللي في المجال بتاعنا يا اما دكاتره يا اما مهندسين، وعملوا شيفت كارير للكوتشنج او للعلوم الانسانيه والنفسيه، لقوا نفسهم هنا. هم بيدوروا على ايه برضه؟ وبيدور انه ازاي يشبع نفسه ويبقى انسان سوي. فمهم قوي ان احنا يكون سوي احسن بكتير ما يكون شاطر. انا بقول كده ما توديهوش مدارس، بس خليه سوي نفسيا. فمهم جالي بالنتيجه مش مشكله عادي، النهارده جبت 9 من 10 مش مشكله حبيبي، بس انت فهمت ايه اللي وقعك في ده عشان لما يحصل قدام السؤال ده تعديه. يا ماما فهمت خلاص خلصت، واعمل ده مع ولادي. طيب احنا عايزين ننتقل لجزئيه برضو مهمه جدا، ودي هنختم بيها مرحله بقى ان في ناس جديده في حياته، صداقات بقى. الصداقات دي ممكن تكون تاثيرها سلبي وممكن تكون ايجابي، واولادنا بيتاثروا بيها قوي، بيدولها في المرحله دي اهميه كبيره قوي، لانها بتبقى مساحه جديده بالنسبه لهم مدهشه كده. فنتعامل ازاي مع المساحه الجديده دي بحيث انها تكون داعمه اكتر ما هي تكون لا قدر الله ليها تاثير سلبي؟ احنا من اول 9 هنبدا نروح للمرحله اللي انت بتتكلمي فيها دي، لان هو دلوقتي بيقولك المراهقه على فكره بدات من 8 سنين بيقولوا كده عشان اللي احنا بنتعرض له. فمن اول هنا اعرفي ان انا لو دخلت اخبط في صاحبه فانا داخله معركه كبيره قوي. هو عايز يقول لك انا كبرت وبقيت بني ادم وليه صحاب، وصاحبي ده اهم منك، هو فاكر كده وبقى ليه شخصيه. فهعمل ايه لو انا ام مصاحبه من البدايه من 0 6 وماشيين كده احنا مصاحبين؟ هتبقى اللقطه دي، ودي على فكره بعيشها مع ولادي. عندي ابني الصغير حته الصحاب دي غير الكبير يعني متشبث بآراءه قوي. فبعمل ايه؟ تعالى صاحبك ده زي الفل، انا بحبه على فكره عشان انت بتحبه، بس انا ملاحظه كده انه بيعمل كذا، هو ده بالنسبه لك تمام؟ اصلي يا ماما كذا وكذا. اقول له لا لا تمام، انا بس بسالك، وافضل رايحه جايه كده.
وكاني انا بعمل ايه، بدي هايلايت كده على بالظبط الجزء انه خلي اللي فيه بالك مشكلة. خلي بالك خلي بالك. طب النهارده على فكره انا سمعته وهو بيكلمك وبيزعق، هو ده مقبول؟ هو انت ليه سكت؟ هو انت كنت خايف؟ اوعى حد تمسك فيه وتبقى متعلق بيه عشان هو يكون بيعاملك بطريقه مش مناسبه عشان تبقى خايف تكون لوحدك. لا، انا عندي تبقى لوحدك احسن من ما حد يأذيك نفسيا. واقعد اتكلم الكلام ده كتير. عارفه في الاخر ايه اللي حصل؟ هو جيب نفسه قال لي تصدقي يا ماما صاحبي ده طلع مش كويس، لا انا مش مرتاح معاه ومش عايزه اكلمه تاني، ولوحده راح عمل له بلوك. بيحصل صح. انما لو انا وقفت قلت له ده الولد ده بلاش وما اعرفش، والله لو شفتك بتكلمه تاني هيكلمه، بنعمل كده للاسف. هيكلمه أيوة. من وراك، يبقى هيخرج معاه وهيبقى ده البيست فريند واستحاله يسيبه. فمهم هنا اتعامل بايه؟ خلاص بقى هو بيكبر، فانا احترم عقليه ان الشخص اللي قدامي بيكبر، اتعامل معاه ادي دايما اختيارات وهميه، بقول عليها اختيارات وهميه. كده كده هو يعمل اللي انا عايزه، بس انا من بعيد انا بدي الارم كده لحاجات معينه، خلي بالك في كذا في كذا في كذا. هو ما يقعد مع نفسه ويجمع الداتا وانت بالنسبه له ماما امينه وماما كويسه ومش بتضايقني، خلاص هيطلع لك بالراي ومش هيبقى متضايق ان بيقول لك ده. صح. ده مهم قوي نعمله معاه. طيب للاسف طبعا برضو الوقت خلص، بس احنا عايزين قبل ما نختم برضو، لان المرحله دي مرحله فارقه كده وفيصليه في النص ومهمه قوي، فعايزه برضو كلام منك اللي هو نقول الخلاصه بتاعت مفاتيح التعامل السوي مع المرحله دي. هو عايز من المرحله دي ايه؟ كل مرحله ليها احتياجات نفسيه. المرحله دي عايز ايه؟ عايز حب غير مشروط، عايز ثقه في النفس، عايز يبين نفسه، يبدا يقول لك انا هنا على فكره انا بعمل حاجات يعني، فعايز يتشاف، عايز يحس بالاهتمام والتقدير والحب. كل الحاجات دي اديها فور فري، خليه قاعد كده واحضني وبوسي. كل عيل من ولادنا ليه طريقه في الحب، فاكرين لغه الحب تنطبق عليهم برضه. فانا عندي مثلا ولد من ولادي يحب التلامس، فيحب الاحضان والطبطب. التاني ملوش في الكلام ده، التاني ليه انك تقولي له كلام مسموع فتقولي له برافو عليك انت هايل انت عملتها ازاي، يحب قوي ده. فمهم تعرفي المفاتيح كل واحد بالحب بالطريقه اللي عشان ما يدورش عليها بره. وده هنقوله بقى في الحلقه اللي جايه، عشان ما تجبروهمش وتزقوهم ناحيه انه ياكلوا من زباله الشارع. ما زباله الشارع دي سواء ولد سواء بنت بيروحوا لنماذج مش شبههم، بس بيقولوا لهم الكلام الفكري اللي هم نفسهم يسمعوه، اللي احنا مش بنقوله، اللي نفسهم ان احنا نقوله او يتحضنوا حضن مع شبعي. وبابا بالذات، بابا مع البنت لو في بنت يعني بجد احضن وطبطب ودلع وقعد على رجلك وهي الاميره، شبعها عشان ما تروحش البني ادم بنقول عليه مؤذي تاخد منه كل الحاجات اللي كان نفسها تاخدها منك، في الاخر مش هتلاقيها. فاحنا مهم ادور على الاحتياجات النفسيه وشبعهم بيها. انتي وانت جيش ولادك، انت السبورت سيستم بتاعه. هم فاهمين ده، ان بابا ده ما فيش اجمد منه في الدنيا، بابا ده اجمد واحد وماما دي سوبر مام. فدعموا ده جواهم وخلوكوا سند وظهر ليهم. بلاش العقاب، انا ما بحبش العقاب، انا بحب يلا المشكله حصلت اوكي يلا نفكس، تعالوا نشوف نحلها ازاي عشان ما يحصلش ده تاني. مش انا قاعده عند المشكله بأدب وأدد واضرب واكسر، خلصت. تعالي شوفي هو عملها ليه، تعالي نروح للحل عشان ما يحصلش تاني. بس ده اللي مهم يحصل. فلو عملنا ده صاحبوهم، انا نفسي يصاحبوهم، نبقوا صحاب كده، الاب يصاحب ابنه والام تصاحب بنتها والعكس، صاحبوهم. فمش هيحتاجوا لاي حد، والله هتبقوا انتوا كل حاجه واي حاجه بالنسبه لهم. طب اقول ايه بقى بعد الكلام ده؟ بجد مفيش ختام اجمل من كده، يعني اللي هو مش هقدر اعلي عليكي ولا اقول اي حاجه ولا كلمه بعد اللي قلتيه، لان انت لخصتي كل اللي هم محتاجينه وكل اللي يطمنهم وكل اللي يشكل شخصيه سويه فعلا. المرحله دي مرحله مهمه قوي، محتاجه ان احنا نتعامل معاها فعلا بوعي، فعلا بوعي، مش بالبرمجه، مش بالصوره اللي احنا متربيين عليها وكبرنا عليها خالص. اقفوا دلوقتي وخدوا قرار، انا هجرب اللي بيتقال ده، هو غير اللي بعمله خالص بس انا هجربه. ايه المشكله؟ ايه المشكله ان هو لما يجيب درجات وحشه مش هعاقبه، لما يغلط مش هعاقبه، ولكن هوجهه توجيه رحيم لطيف حنون، عشان هو ده اللي هيكون شخصيته اكتر بكتير من ان انا لو عاقبته ولا استنيت انه يجيب درجات. فشكرا ليكي يا ريهام بجد والله، جميله وكلامك جميل والوقت بيعدي معاكي للاسف بسرعه. ربنا يسعد قلبك يا رب. ان شاء الله الحلقه اللي جايه بقى نتكلم عن المراهقه ونقف عندها شويه كده ان شاء الله. ان شاء الله. خلصت حلقتنا، نسيبكم على خير ونشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي ان شاء الله.